تعليقات أول فترة والله ما حبيتها ولما عملناها غليظة أكثر. اثنيناتنا خفنا إنه والله نحن حنزبط هيك مع بعض على هي الشخصيات. عالم قالت مستفزة وعالم سموها كراش الموسم. لهيك التقينا الفنان الشاب راما زين العابدين لنعرف كيف استقبلت أصداء الجمهور حول شخصية ريم بمسلسل كسر عظم. تعليقات أول فترة والله ما حبيتها بس بعدين أوكي، لا صار تعليقات لطيفة وفي شي منيح. خفت شوي انه هيك على الشخصيه كيف هي غليظه كيف هي بارده، فخفت يستغلظوها الناس. صار هذا الشيء اول فتره، بعدين بلشت العالم تعود انه اوكي هي شخصيه وانا بالحياه غير شخص تماما. يعني هي على الورق غليظه ولما عملناها غليظه اكثر. بالاخير هي مراهقه، يعني نحن حاولنا نبين الفرق قد ما فينا بينها وبين اختها شمس، قديش شمس هي واعيه وقديش هي بتدير اختها يعني وبتخاف عليها وبتدير بالها عليها، واختها انه ما بتعمل شيء بالحياه بس تنبسط وبتتسلى ما بتقرب على شيء. وصفات ريم خلت علاقتها صعبة مع اختها شمس يلي بتلعب دورها نادين تحسين بيك. مدام نادين يعني هيك كتير رايقة، كتير بتحسسك انه هي من عمرك وهي بتساعد كتير، بتعطي ملاحظات كتير، بتساعد من قلب طيب. يعني بالعكس كنت كتير مرتاحة بالتعامل معها. ولا يوم هيك مرة مثلا مرينا بمشهد حسيت انه انا متوترة قدامها او شيء بيجي بقول لها انه انا هيك، فهي بتساعدني بكل شيء. بالعكس كانت كتير لطيفة وكتير ساعدتني والله. تفاعل كبير صار على السوشيال ميديا عن علاقة الحب العفوية بين ريم وإيليا، فهل كان هالتناغم حقيقي بيناتهم؟ يعني هيك أول ما شفت يزن قديش أنا بعرف يزن وبنعرف قديش نحن مختلفين بالحياة، فهيك خفنا اثنيناتنا خفنا إنه والله نحن حنزبط هيك مع بعض على هي الشخصيات. بس إنه كتير حبيت التناغم بين شخصيتي وشخصية يزن، كيف أنا هيك حركة وضايجة وكتير مولدنة ومراهقة، وكيف يزن هيك خجول ويعني يا دوب تطلع منه الكلمة. يمكن لو حدا غير يزن كنت لقيت شوية صعوبة، بس لأنه يزن ولأنه هدول أولاد دفعتي وأنا كتير متعودة عليهم، نحن كتير رفقات، فكان في كيمياء فظيعة بيناتنا. مسلسل كسر عظم هو التجربة الثانية لراما بعد حارة الإبة، واللي كان كمان تحت إشراف المخرجة رشا شربتجي. والله كتير محظوظين، يعني هاي فرصة كتير حلوة لنا، مو أي دفعة بتنحظ إنه أول ما يبلشوا بيشتغلوا مع مخرجهم هم مثل مدام رشا. مدام رشا كتير بدقق على التفاصيل، يعني نحن معها بنكون كتير مرتاحين، نحن مطمنين إنه شو ما عملنا في المدام رشا ورانا، هي بتدقق على أدق التفاصيل. لكن اللافت فيه انه هو التجربة الثانية ايضا لطلاب دفعتها حسن خليل، اياد عيسى، يوشع محمود ويزن الريشاني. اصلا نحن 4 سنين متعودين مع بعض وبنشتغل كل شيء، بنعمل بروفات مع بعض، فاجينا على العمل انه نعمل بروفا خلص نحن متعودين على بعض، بنعرف كل شيء عن بعض. اي حدا بيجي في ملاحظة للثاني بيجوا بيوشوشوا اياها، ما بيتضايق ولا اي شيء، انه خلص بنمون على بعض باي شيء بدنا اياه. نحن كلنا متخرجين بنفس الدفعة ونحن كتير محظوظين. نحن الدفعة الاولى اول ما تخرجنا اشتغلنا مع المدام رشا بحارة الأبة، وبعدين رجعنا نفسنا اشتغلنا معه بكسر عظم.